صباح الخير، صباح النور اخواني اخواتي، مرحبا بكم في وصفة مطبخ سلمى. جيبوا كويس دجاج وروحوا نديروا به هاد لو بلا كيف في المول الاسطوري. يوجد تنتام ويخرج لكم كميه كبيره، تاكلوا وتوكلوا. اذا كنتوا اول مره تشوفوا فيها قناتي لا تنسوا الضغط على زر الاعجاب وتشغلوا الجرس باش تلحقكم كل حاجه جديده. نبداو بسم الله بالمقادير وطريقه التحضير. عندي حبه بصل، زوج فصوص ثوم، ملح، راس الحانوت، وزوج مغارف زيت فوق هذاك الكويس تاع الدجاج، ونخليهم يريحوا نص ساعه يتشربوا لي هذيك التتبيله. من بعدها قليتهم مليح، وقفوا معاهم ما تخلوش البصل نحرق لكم. من بعدها نبدا نمرق كوتي بالماء سخون. دائما نقول لكم مرقوا كوتي، ما تشلوش الدجاج باش ما تروح لكمش كامل الخدمه اللي خدمتوها في الاول. نغطوا عليها نخلو حتى من الدجاج تاعنا يطيب تقريبا تريح هكاك واحد 8 دقائق باش نطفوا له. نضيفوا له 2 كيسان زيتون اللي كنت بيتوا ليله كامله في الماء، ونخليها تغلي مليح حتى من تاخذ. وشوفوا لي لاصوص حاجه شابه، والدجاج كان طايب لهنا زبده خلاص واجد. لهنايا كنت قليت البطاطا، كنت قطعتها دي بتي كاري. جبت 2 غرارف من لاصوص تاعي وضفت لها 2 حبات بيض. نتوما على حسب الكميه تاع البطاطا اللي درتوها، تحبي تضيفي 3 تقدري تضيفي 3 حبات بيض. نخلطوهم مليح ونربيوهم فوق البطاطا تاعنا. لهنا لازم ديروا لها لاصوص باش ما تجيكمش كيما الفخيتهم، لا تجي شويه شويه، تجي هكذايا طريه في الفم. موراها زدت لها كنشا حشيش وفتت هذاك لو كويس تاع البولي تاعي غير بفرشيطه ولا يديكم. من بعد ما يبرد زدت لها حوالي ملعقه من الجبن. نتوما تحبوا ديروا اي جبن كان متوفر عندكم في البيت. نمزج كامل هاد المكونات مليح حتى من يتجانسوا، خلطوهم مليح حتى من يتجانسوا ويدخلوا كامل في بعضهم. بعدها جبت المول الاسطوري تاعي اللي كنت فرشته بورق الطبخ. تقدروا تدهنوه غير بشويه زيت ومن بعد تقطعوه لداخل. انا بس من بعدها خرجته حطيته في لاسيات وبديت نقطع فيه. على بها درت له هذا المول. نتوما دهنوه بشويه زيت وشويه زبده وفرغوا كلش لداخل. من بعدها نفرغوا في المول تاعي ونخليه حتى الوقت التقديم بربع ساعة. نشعلوا له الفرن من تحت على أقصى درجة. قبلها أنا كنت ربيت له شوية شيدر من الفوق. نتوما ربيو له أي جبن يكون عندكم متوفر في البيت، المهم يكون يدوب. واللي ما عندهاش تقدر دير شوية جبن أبيض وتزيد له حبابيط، تميكسيهم وتفرغوا فوق الخليط وتخليه يتقراتينا من الفوق. يجيكم تاني بزاف بنين. تشعلوا من الفوق، أنا ما شعلتلوش من الفوق بس ما نحبوش مقراتينا، حبيت هذاك الشيدر يقعد ليه هكذاك شغل إلاستيكي يتجعد. شفتوا بلي طريقته سهله، ما فيش بزاف مكونات وخرج لي كميه كبيره حتى من ريحه لي الغدوه من ذاك. نتوما ديروا حسابكم، اخدموا لا كونتيتي على حساب افراد العائله تاعكم. الخليط تاع البطاطا اللي عندها باذنجان تقدر ايضا تقطع شويه باذنجان دي بتي كاري وتزيدهم مع البطاطا، راح تزيد لها ايضا بنه على بنه يجي بزاف هايل. وفي الاخير لهنايا هايلك من بعد ما خرجته من الفرن واحد الروايح واحد البنه بسم الله ما شاء الله. كنت قطعته لهنا دي بتي كاري، تقدروا تقطعوه مثلثات نتوما كيما تحبوا الشكل تاع الكراتان تاعكم. فرغت له لاصوص كوتي هكذايا شويه ماشي بزاف، ميم لاصوص جات بزاف بنينه. اللي كنت صفيتها نحيت لها كامل هذاك البصل الزايد، تما خليت لاصوص وحدها صافيه. طابق اقتصادي وبزاف بنين، ما تنساوش جربوه وتخلوا لي رايكم اسفل التعليقات. شوفوا لي النتيجه يا سلام، مش حاجه هايل بسم الله ما شاء الله. لحقنا لاخر الفيديو. السلام عليكم، دمتم في رعايه الله وحفظه. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.